إذا عم تعمل واحد من هالثلاث أخطاء هدول فأنت معناها عم تدفع لتدمير سيارتك بنفسك. الخطأ الأول إنك تشغل السيارة وتطلع فورا. الزيت ما بيكون وصل لكامل أجزاء المحرك، وهذا الشيء بيسبب التآكل الجاف الدراي وير بالأجزاء العلوية للمحرك. لا تستعجل، أنت بحاجة 30 ثانية فقط لتدوير الزيت بشكل كامل، وهيك بتضمن حماية المحرك من الاحتكاكات القاتلة. الخطأ الثاني اختيار محطة بنزين عشوائية. البنزين السيء مو بس بضعف العزم، بدمر البخاخات وبخرب فلتر البنزين، لأنه الاحتراق الغير منتظم بيسبب رواسب كربونية بتسد البخاخات وبتقلل من عزم السيارة بشكل ملحوظ، وهذا الشيء بيزيد استهلاك البنزين. يعني الخلاصة الكلام، عبي من محطة بنزين بتوثق فيها بشكل دائم. الخطأ الثالث تأجيل تبديل الزيت. الزيت مع الزمن بيفقد لزوجته وبيتحول لمادة أقل فعالية بالتبريد والتزييت. لما تأجل أنت مو بس عم تخفض كفاءة الزيت، أنت عم تفتح الباب لتلف أكبر بالمحرك، بتكون تكلفته ملايين الليرات. لهيك دائما تذكر إنه تغيير الزيت استثمار مو مصاريف زايدة. هي كانت أهم 3 أخطاء بيعملها السائق المبتدئ يلي ما عنده الخبرة الزايدة بالقيادة. إذا استفدت من هاي المعلومات تابع سوريا موتورز حتى يوصلك كل شيء جديد، واكتب لي بكومنت شو هي أكثر الأخطاء الشائعة بتشوفها بالشارع.